طالما اختار العثمانيون قمم التلال لبناء مساجدهم الضخمة من أجل إضفاء مزيد من الهيبة والعظمة على هذه المباني ذات الطابع المعماري الفريد، الأمر الذي يعتز به الأتراك ويحاولون دائما تقليده في مساجدهم الحديثة. نحن أحفاد العثمانيين نفخر بهذه المساجد المهيبة. مسجد سنجقلار أو مسجد غار حراء كما يسمى هنا جاء فخالف ما تعرف عليه الأتراك بل وعموم المسلمين مئات من السنين، فلا يكاد المار هنا يدرك وجود مسجد أصلا، فالمبنى أقيم على عمق 9 أمتار تحت الأرض، تعلوه مئذنة غير مألوفة الشكل والحجم، كما حفظ على طبيعة الأرض على سطحه كما كانت قبل أن يتحول المكان إلى مسجد. حاولنا أن يكون كل شيء طبيعيا، أحضرنا 3000 طن من الحجارة البركانية الطبيعية واستخدمنا من الحديد 8 أضعاف ما يحتاجه مسجد بهذا الحجم، وذلك لتثبيته بدون أعمدة تحت الأرض. المسجد وحتى قبل أن يفتتح رسميا حصل على جائزتين دوليتين في فن العمارة الدينية لاعتماده على البساطة كوسيلة للإبداع، حيث يكاد يخلو من فنون الزخرفة والخط التي تميز العمارة الإسلامية والتي استعيض عنها بضوء الشمس الذي يتسرب من نوافذ خاصة ليوفر إنارة وزينة تتغير مع اختلاف انعكاس أشعة الشمس طول النهار. لم أصمم المسجد ليكون مشابها لغار حراء فيزيائيا بقدر ما أردت نقل الحالة الإيمانية داخل الغار ببساطته وما يوفره من خلوة مع الله للمتعبد فيه. واذكر ربك كثيرا هي الآية الوحيدة التي استخدمت لتزيين هذا المسجد ولكي تحمل رسالته، فبعيدا عن منغصات الحياة وملهياتها يحلو ذكر الله وتسبيحه بالعشي والإبكار. عامر رافي، الجزيرة، اسطنبول.